السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جاي لكم فيديو جديد، وصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض القلقاس بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة. القلقاس بتاعنا الجميل الحلو اللي لونه أخضر، ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. انا معايا هنا ده قلقاس، دي حوالي بتاع كيلو الا ربع كده. ده كنت عاملاه جايبة كمية من القلقاس وفرستها وطلعت كيس زي ما انتم شايفين اهو. ومعايا هنا ده سلق كنت مفرزاه برضو، جبته وفرزته لان انا بشيله من السنه للسنه. ده تلج على فكره. وحطيت له شويه كزبره خضراء اهو. حطيت له شويه كزبره خضراء عشان ايه؟ تديله طعم وريحه برضو حاجه صبحه اهو، لان ده انا مطلعاه من الفريزر. ومعاه توم اهو، ومعاه سمنه بلدي، ومعاه معلقتين زيت زي ما انتم شايفين. والشوربه على البوتاجاز اهي. طبعا هتغلي. اول ما تغلي هسقط فيها القلقاس. هنحمر مع بعض السلقه على بال ما تغلي اهو. بسم الله ما شاء الله. انا حاطه هنا توم اهو، وحاطه كزبره خضراء زي ما قلت لكم. وده السلق بقى، سلق ده عليه سلق، عليه كزبره وعليه كل حاجه يعني انا حاطه السلق والكزبره مع بعض وشايلاهم. ده القلقاس، بس حطيت شويه كزبره تدي برضو ريحه وطعم اكنك لسه جايباه صابح، مع ان انت بتطلعيه من الفريزر ما بيبقاش مفكوك زي ما انت شايفاه ناشف كده، علشان لو فك منك هيسود ويغمق. طالع اخضر ما شاء الله زي الفل ازاي. نشوحه مع بعض برضو اهو. هفكك فيها بس ايه وارجع لكم. ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، كل كده فكك اهو. بص اكنك جايباه لسه طازه. طبعا ده انا بمسكه اخرطه، اغسله واحطه واخرطه طبعا، واروح حاطه عليه يعني محطوط عليه كزبره والسلق بس، واخرطه واشيله في اكياس واحطه في الفريزر. وبكتب عليه سلق عشان ما يتوهش مني، زي ما بكتب على الخضره وبكتب على الكرفس. واروح شايلاه اهو. ما شاء الله تحفه يا جماعه. بصوا اللون اهو. طبعا دلوقتي ادي القلقاس اهو. الشوربه غليت بس ما شاء الله اهي. هنزل بيها اهي. ماشي اهي ادي. وهنزل بالليمونه دي، انا عصر الليمونه اهي. طبعا ما رضيتش اعصرها بايدي عشان انجز شويه. طبعا زي ما انتم شايفين اهو. هنسيبه بقى ايه لما يستوي خالص وهنرجع له. خلينا احنا بقى هنا في الايه، في السلق. والسلق بسم الله ما شاء الله. اول بقى ما يتحمص كده وتلاقي الحروف كده اتحمصت، ولونه بقى اتغير كده، يعني اغماء ما بقاش اخضر قوي. وطبعا لما نيجي هنضربه في الخلاط بعد كده هتشوفي لونه عامل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. في ناس بتعمله بطريقه تانية، بس المره الجايه هعمله لكم ان شاء الله طريقه حلوه برضه. بس ده انا عشان كنت شايلاه في الفريزر قلت اعمله معاكم كده. انا عملت معاكم قبل كده كذا مره على فكره. بصوا التومه بتحمر ازاي ما شاء الله. كل ده بقى هناخده لما يبرد هنضربه في الخلاط. طبعا لقيت الخلاط ما بيتحركش معاكي، شويه شوربه شويه ميه تروحي ضربه الخلاط عشان الخلاط ما يبص منك. ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله. والسلق بيستوي، القلقاس بيستوي على البوتاجاز اهو. على بال ما نسوي السلق. ما شاء الله خلاص كده السلق ابتدى يستوي، بينشف اهو معايا. وشوفوا التومه بتحمر. طبعا انا مش هخلي التومه تحمر قوي علشان ما تمررش. اول ما هلاقيها بقى خلاص كده هطفي عليه. هخلصه واوريكم اهو يا جماعه. ما شاء الله خلاص ابتدى كده التوم بيحمر اهو، وهو كمان السلق نفسه اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. ما شاء الله عليه تحفه والله يا جماعه. بصوا الخضار واللون، ما تقوليش انت شايلاه في الفريزر اهو. اهم حاجه ما تسيبوش لما يفك خالص، لا طلعيه بتلجه ما شاء الله تحفه. طبعا القلقاس انا كنت عاملاه، كنت مقشراه. مسكته قشرته وجبت فوطه نظيفه مسحته مسحه حلوه، وقمت ماسكاه مخرطاه وعصر عليه نص ليمونه، وقمت حاطاه في قلب اكياس وشلته في الفريزر. ما جبتش عليه ميه ولا غسلته ولا حاجه. طريقه سهله وبسيطه، ولا تغسلي بقى ولا حاجه. انت كده كده بتعمليه بفوطه نظيفه، وهو اصلا بيبقى قشطه من جوه اهو. وعامل زي البطاطس لما بتيجي تقطعيه كمان
ما شاء الله. ايه رايكم؟ انا هطفي عليه بقى واسيبه يبرد واضربه في ال في الخلاط اهو يا جماعه. انا بضربه زي ما انتم شايفين كده بقوانين. هخلصه بقى وهوريه لكم. انا خلصته خالص اهو. هصفيه بقى وهوريه لكم. يا جماعه انا صفيته اهو زي ما انتم شايفينه، حتى ما فيهوش تفل قوي اهو. هحطه بقى على القلقاس واوريه لكم، بس طبعا مش هحطه على القلقاس الا لما القلقاس يستوي. ما شاء الله يا جماعه انا خلصته خالص اهو استوى، وحطيت عليه السلق زي ما انتم شايفين اخضر ازاي ما شاء الله. بصوا الخضار واللون ما شاء الله، اكنك لسه جايباه وانا مطلعاه من الفريزر، واستوى ما شاء الله. طبعا اهي الحبايه بتاعته بسم الله ما شاء الله اهي اهي ما شاء الله استوى. هديله بقى غلوتين 3 وهدفع عليه. شايفينه بسم الله ما شاء الله. بعد كده بقى يعني همركم، هطلع منه واحدتين كده واوريهم لكم، وبعد كده هغرف واوريكم. احنا مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي واخواتي واصحابي. اللي ما حدش بقى لايك دلوقتي يحط، اللي ما اشتركش يشترك. احنا مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي واخواتي واصحابي. طبعا انا هسيبه كده علشان حطيت الخضره، انا هسيبه زي ما هو كده مش هغطيه. بعد ما يخلص خالص يعني هطفي عليه ممكن اغطيه بعد كده، عشان اقول لكم اي حاجه خضره ما تتغطاش الا لما يستوي خالص. طبعا لو القلقاس بيبقى لسه ني لازم تكون شوربه مغليه او ميه مغليه. ممكن ميه بمكعب ماجي، ممكن شوربه مغليه. اهم حاجه ما تحطيش ميه عاديه مش سخنه، لازم تكون مغليه. متكاتل غليها في اي حاجه او في لحمه فراخ برضو عشان ما تقللش السوا منك، عشان ما تاخدش وقت في السوا. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتجربوه تقولوا رايكم فيه ايه. طبعا القلقاس انتوا عارفينه كلكم بيدفي في الشتاء وطبعا تحفه، يعني بيدفي وجميل ومغذي جدا، بيبقى طعمه زبده بصراحه بياكل. انت حتى لو كلتيه من غير عيش ومن غير رز بيبقى تحفه. انت حطيتي بقى عملتي شويه رز بشعريه، رز ابيض وكلتي، يا على الجمال والحلاوه يا ولاد. ايه ده؟ اوعى وشك، ده تحفه، بيبقى عسل والله. الاكلات الجميله بتاعتنا الحلوه دي البسيطه الشعبيه دي بتبقى جميله قوي. بس انا خلاص كده هطفي عليه اهو. بس انا هطفي عليه بقى وهطلع بقى واحدتين كده واوريهم لكم. انا خلصته خالص اهو زي ما انتم شايفينه، بس انا مطيه النار اهو. خلص واستوى بسم الله ما شاء الله. تعرفي استوى من ايه؟ اهو النار اهو، بتدوسي كده عليها اهي ما شاء الله. بصوا بتتفتح اهي طريه زبده بسم الله ما شاء الله اهي شايفينها اهي تحفه يا جماعه والله، زبده اهي. خلاص كده انا هضرب بقى السلق في الخلاط واوريه لكم. ادي السلق اهو زي ما وريته لكم، حطيت فيه كبشه شوربه، وهضربه بقى في الخلاط وارجع لكم. انا ضربته زي ما انتم شايفين اهو علشان ما يبقاش محدحد، نعمته قوي اهو. هحطه بقى هنا اهو بسم الله ما شاء الله، ما يبقاش بقى محدحد اهو، ناعم خالص. لو عايزه تصفيه صفيه ما شاء الله. طبعا نحط بقى اللي احنا شفنا بقى استوى ولا لا اهو. شوفوا اللون ما شاء الله، بصوا اللون اخضر جميل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. ولسه كمان لسه اما تغلي قوي اللون الاخضر هيظهر فيه قوي السلق. طبعا احنا ما بنحطش السلق الا لما القلقاس بيستوي خالص، علشان برضو ما يرميش النشا بتاعه القلقاس، ما يضيعش لون السلق ويبقى يخلي السلق تقيل اهو ما شاء الله. بصوا عامل ازاي اهو بسم الله ما شاء الله اهو. ايه رايكم؟ تحفه. طبعا كانوا بيعملوا الاول بالهون، كانت اللي بتبقى ناعم وجميل وحلو، بس دلوقتي الزرع بقى مختلف والكيماويات اللي بيحطوها طبعا مختلفه، ما بقاش زي الاول. دلوقتي تيجي تعمليه وهتطحنيه
يعني بنجرب برضو الطريقه القديمه بتلاقيه محتحت. لا انت اعملي كده هتلاقيه ما شاء الله ناعم وبقى جميل، مش محتاج اي حاجه، ولا محتاج مصفى اهو ولا حاجه اهو. ما شاء الله اهو. هيغلي بقى وهرجع لكم. طبعا مش هغطيه لان انا كده حطيت السلق، مش هغطيه اهو. هيغلي واوريه لكم. بسم الله ما شاء الله. بصوا بيغلي ازاي يا جماعه، ايه رايكم؟ تحفه والله. بصوا طعمه تحفه، الطعم والريحه جميل. الطعم حكايه والريحه حكايتين. ايه رايكم؟ ما شاء الله. الواحده بوحدتها ومستوي زبده كده. عشان كده بقول لكم ايه، لو هتعملوا تجيبوها هاتوا واحده على بعضها واعملوها اطبخوها. ما تعملوش، ما تجيبوش كام واحده وتعملوهم على بعض، لا لو حتى جايبه 2 3 كل واحده برضو قشريها وقطعيها لوحدها. وبعدين ده سهل، انا بيتقشر بفوطه نضيفه كده، ما تكونيش عامله بيها حاجه يعني مخصصاها للقلقاس، تنضفي بيها. وبعد كده تروحي ماسكاه مقطعاه ومخرطاه زي المكعبات كده، وتحطي عليه عصره ليمونه وتحطيه في الاكياس وتشيلهم في الفريزر، هيقعد عندك من السنه للسنه. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ انا بحطه بقى في طبق التقديم، نغرفه في طبق التقديم اهو. بسم الله. بصوا اللون يا جماعه، لون طبيعي 100%. ما شاء الله. احط بقى في ايه، انا هقفل عليه بقى خلاص اهو. ماشي هحط بقى في طبق يعني، هوريهولكم هظبط الطبق واوريهولكم. ايه رايكم بقى؟ بسم الله ما شاء الله تحفه ولا لا؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم الفيديو، اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.